السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يا رب احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الكيك ديال الشوكولا اللي كتجي مسقيه بالشكلاط، كتجي زوينه بزاف بزاف وسهله ودغيا كتوجد، وغادي تعجبكم هكا مع اتاي ولا كويس ديال القهوه. كتجي زوينه وبنينه بزاف بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الشكلاط بزاف في الكيك. غير جربوها ودعيوا ليا. هنا نبداو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ففضلا ليس امرا ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، واللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك عندي فضلا وليس امرا. هنا في المقادير كناخذوا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. ديما استخدموا البيض بدرجه حراره المطبخ باش تكون عندكم نتيجه زوينه. انا البيض خديته كبير حيت عندي اللاطه كبيره شويه. صافي هنا غادي ناخذ جوج ساشي ديال الفاني، ديروا حتى ل3 بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش ريحه البيض. صافي هنا دايره واحد كاس لاروب ديال السنيده مع واحد رشيشه ديال الملحه، وغادي نطرب كلشي مزيان حتى كيندمجوا لنا العناصر كاملين. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق، حيت انا ديجا غندير صوص ديال الشوكولا حلوه، داكشي علاش درت غير كاس لاروب ديال السنيده ومعه واحد قبيصه ديال الملحه. صافي هنا خلط داكشي مزيان حتى كينسجموا. عاد غادي نزيد واحد الكاس، غادي نزيد واحد الحكه ديال قشور الليمون او الحامض اللي متوفر عندكم ديروه. انا قشور الليمون كيعجبوني بزاف في الكيك، داكشي علاش كنحتفظ بهم هكا في المجمد، ملي كنبغي نستعملهم كنلقاهم كما هما. صافي هنا غادي نزيد واحد كاس لاروب ديال الزيت، نصو زيت ونصو زبده مخلط. الزبده كتخلي الكيك ديالنا يجي زوين ويجي هش وكيجي بنين بزاف. هنا خلط تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت و3 ديال المعالق كبار ديال الزبده، ذوبتهم وخلطتهم مع الزيت. صافي وكنبداو نطرب كلشي مزيان. كنعتذر على الصوت ديالي، راني غير مريضه شويه داكشي علاش. صافي هنا من بعد ما دخلت داك كاس لاروب ديال الزيت غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون دافي. كنأكد ان الحليب خاصو يكون دافي. كنزيدو تدريجيا وكنخلط الخليط ديالي مزيان مزيان حتى كينسجم لي الحليب حتى هو مع هذا الخليط. هنا من بعد ما كندير داك الكاس كامل ديال الحليب، صافي غادي نبدا نضيف الدقيق. خديت 2 كيسان ونص ديال الدقيق الابيض الممتاز، كنحطهم اكوتي وكنبقى نزيد غير بشويه بشويه حتى كنشوف القوام ديالي انسجم ليا مزيان. هنا من بعد ما كندخل المعلقه كندخل بشويه بشويه هكا. صافي كنبقى نزيد تدريجيا. انا تقريبا هزت ليا هاد الكيك 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، تما بقى عندي غير نص كاس اللي بقى ليا. صافي هنا غادي ناخذ 2 ساشي ديال الشكلاط المر او 3 ساشيات اللي عندكم ديروا على قبل اللون وعلى قبل البنه. هاد الشكلاط كيخلي الكيك تجي زوينه وتجي مفشفشه، عكس الاخر الشكلاط الاخر ديال العبار ما كيجي زوين نهائيا، كيخسر لينا الكيك ديالنا وكيكون فيه بحال التراب. صافي هنا من بعد ما درت داك الشوكولا غادي نخلط كلشي مزيان حتى كينسجموا العناصر وكنشوفوا القوام ديال الكيك ديالنا واش مناسب ولا لا. انا بالنسبه للكيك ديالي ديما كنديرو يكون ثقيل شويه باش ما كيهبطش ليا فاش كندخلو الفران. هنا من بعد ما خلطت الكيك بان ليا مازال خاصو شويه ديال الدقيق. قبل ما نزيد الدقيق غادي نزيد واحد 3 ديال الساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. وضروري اننا نغربلو ديما الدقيق، واخا ما نقولهاش لكم ديما غربلو. صافي غربلت الدقيق ديالي الخمارات ديالي وزدت تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق. صافي هي غنكتفي بها، وغادي نخلط هاد الخمارات مع الدقيق حتى كينسجموا مع باقي الخليط. عاد غادي نضيف ليهم شويه ديال الخل، واحد المعلقه كبيره ديال الخل باش كتخلي الكيك ديالنا يجي مفشفش ويجي زوين. صافي هنا من بعد ما خلطت كلشي مزيان كنحطها على جنب. كناخذ واحد اللاطه
خذوا القياس اللي بغيتو ديال لاطات. صراحه انا كل مره وكيف كندير، ودرت ليها فرشت لها واحد الورق ديال الزبده ودهنته شويه. صافي هنا كنصب الكيك ديالي كامل في هاد اللاطه، وديجا كنكون شاعله الفران وناقص عليه، ناقص بزاف بزاف. صافي كنحط الخليط ديالي كامل وكنقادو في هذيك الصينيه ديال الفرن، وكنحاول هكا نخبطو على سطح العمل شويه حتى كيتقاد وكيتحيد منه الفقاعات، وكندخلو الفران مده ديال 30 دقيقه حتى 35. وهنا كنخليه يطيب. كنصوب معكم هاد صوص الشوكولا فيها 2 كيسان ديال الحليب، واحد 4 ديال المعالق صغار ديال السنيده، وجوج كيس او 2 معالق كبار. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. هنا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره عامره ديال مايزينا او النشا، واحد ساشي ديال الشوكولات المر، ديروها كامله ولا بغيتو ديروا 2 ديروا. انا درت وحده وكملت بهاد كوبيل الحلو، درت منه تقريبا واحد 3 المعالق صغار يكونوا عامرين باش كيعطينا، هو راه ما كيعطيش اللون هذا، غير كيعطي المذاق زوين في الصوص الشوكولا وكيخلي القوام ديالي يجي زوين. هنا زدت واحد المعلقه، واحد الراس معلقه ديال النسكافيه. نسكافيه كتعطي مذاق حتى هي مع الشوكولا يكون بنين بزاف. وهاد صوص الشوكولا غير اعتمدوها في جميع الوصفات ديالكم، حتى في الدونات، في كل شيء اعتمدوها، كتجي زوينه بزاف بزاف وكيكون فيها واحد القوام زوين. هنا من بعد ما خرجت الكيك ديالي كتكون على هاد الشكل، غادي ناخذها. ها هو صوص الشوكولا كنوريه لكم. بعد ما خلطنا كلشي على البارد درناه فوق النار دغيا كيعقد وكنحيدوه. صافي كنحطوه على جنب وكناخذوا هذيك الكيك ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيف جات مفشفشه وزوينه، وجا في هذاك اللون اللي كيعجبني، كيكون لون اسود يعني داكن. صافي غادي نحاول نثقبها، اي حاجه عندكم هكا تكون غليظه شويه ثقبوها على هذا الشكل باش هذيك الصوص ديال الشوكولاته كتدخل فيها كامله وكتجي مسقيه وكتجي زوينه. هنا من بعد ما ثقبتها كامله على هذا الشكل، صافي غادي نبدا ندهن الصوص الشوكولاته اللي عندي. غادي نديرها كامله ونحاول نقادها هكا بالمعلقه باش كتدخل ديك الصوص في دوك التقيبات كاملين. فمادام وصلتوا معايا حتى لهنا ففضلا وليس امرا ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، واللي كيشوف قناتي لاول مره يشترك عندي فضلا وليس امرا، وما تنسوش تخليو ليا شي تعليق زوين. صافي هنا من بعد ما درنا ديك صوص الشوكولاته كنحاول نقادها هكا. صافي كنقادها هكا على هاد الشكل. المهم كنحاول نلبس الكيك ديالي كامله بديك صوص الشوكولاته. عرفتو كتجي بنينه بزاف، زوينه 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 بزاف بزاف. غير غادي تجربوها غادي توليو مدمنين عليها. صافي هنا قاديت الشوكولا ديالي. غادي ناخذ بالنسبه للزواق كما بغيتو تزوقوها زوقوها، وكيكه خاصها تكون بارده والصوص سخونه، او صوص سخونه والكيك، او الكيك سخونه والصوص بارده، واحد فيهم باش هكا ما كتعجنش لينا. صافي دابا من بعد ما قاديت الصوص كلها غادي ناخذ فيرميسيل ديال الشوكولا. انا كنستخدم هذه زوينه كتكون وكتلمع. نتوما بالنسبه للزواق ديروا اللي بغيتوا، اللي كان متوفر عندكم تقدروا ديروه، تقدروا تخليوها غير هكاك، تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم. صافي هنا من بعد ما رشيتها بداك الفيرميسيل ديال الشكلاط غادي نقطعها وكتكون على هاد الشكل. كتجي زوينه زوينه بزاف بزاف. بالنسبه للعشاق الكيك ديال الشوكولا هذه مناسبه ليكم، كتجي زوينه مع قهوه. وجربوها وما تنسوش تخليوها ليا في التعاليق كيف جاتكم. انا هنا غادي نقطعها معكم، غادي تشوفوا كيفاش الصوص كتجي داخل من داخلها وكتجي بنينه ومسقيه. صافي هنا حطيتها في الطبيسيل وكنوريكم كيف جات ما شاء الله مفشفشه وعامره صوص غارقه بالصوص، جات زوينه بزاف بزاف. شوفوا داك التقيبات اللي كنا درنا، شوفوا كيفاش كيكون داخل معاهم الصوص ومسقيين وزوينين. خليوها تبرد مزيان وكلوها بالصحه والراحه. كنتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم. بغيت نعاود نذكركم فضلا وليس امرا ما تنسونيش
من لي لايك ديالكم، راه واخا كيبان لكم ماشي شي حاجة ولكن راه مهمين بزاف بالنسبة للفيديو ديالي. وشكرا لكم بزاف مرة تانية على المشاهدة ديالكم.